يتحدثون كثيرا عن تواجد الأمريكي، لماذا هذا السكوت الخجول؟ هل هنالك إشارة من مصدر أعلى؟ اسكتوا يا سيدي. ماذا ننتظر من بعض السياسيين الذين يتركون القضية الوطنية ويقارنون بين زيارة ترامب وزيارة قاسم سليمان؟ صحيح. ويا هاي المشكلة يا أخي اليوم. صحيح. القرار السياسي اليوم أكو مقولة وبيت شعر لشاعرنا الرصافي يقول: لا يخدعنك خطاب القوم في الوطن، القوم في السر غير القوم في العلن. لا تنخدع بهاي الأصوات الوطنية ودعتك كلها تهرول إلى البيت الأبيض في حالة حصول استدعاء إليهم في البيت الأبيض. اليوم الحج ليس هناك وإنما أصبح الحج إلى البيت الأبيض. ولذلك هذا القرار اللي نسمعه حتى ليس في هذه الدورة، هناك جمع تواقيع لخروج القوات الأمريكية من بعض النواب. هذا سمعناه ترى في الدورات السابقة بعهد رئيس الوزراء العبادي، اليوم هو تكرر. لكن هل نجد شيء على أرض الواقع؟ لا، حقيقة مجرد شعارات. أما ما يدور في الغرف المظلمة وخلف الكواليس هذا شيء آخر، بعيد كل البعد اليوم عن هذا القرار وعن طرد القوات الأمريكية. يا سيدي اليوم لدينا يعني شوف في إقليم كردستان ماكو قرار موحد للقرار العراقي اليوم. يعني فرضا اليوم لو حصلنا موافقة 120 تواقيع من مجلس النواب اللي هو أعلى سلطة تشريعية، هناك من يعارض. القوى السنية اليوم تريد بقاء القوات الأمريكية في القواعد الغربية الموجودة هناك. كذلك إقليم كردستان اليوم هناك احتلال سياسي واحتلال عسكري. الاحتلال العسكري ممكن أن تنتهي المعركة ونحسب الخسائر وينتهي هذا الاحتلال العسكري، لكن الأخطر هو الاحتلال السياسي. الاحتلال السياسي عندما يسيطر ويهيمن على القرار السياسي. احنا كنا لاحظنا في الانتخابات وفي أي قرار سياسي، لاحظ أن مندوب ترامب هو يتنقل بين المحافظات ويتنقل بين هذه الكتلة وهذه الكتلة. ولذلك اليوم القرار السياسي أخطر من القرار العسكري. يعني الاحتلال العسكري ممكن أن ينتهي، لكن اليوم احنا محتلين سياسيا. الاحتلال السياسي وفرض هيمنة على القرار السياسي العراقي. طيب اليوم أنا أمشي وياك أنه الجانب الكردي والجانب السني لا يريد خروج القوات الأمريكية، لماذا الصمت من الجانب الشيعي يا أخي؟ أنت المتسيد الآن، لماذا الصمت هذا؟ لا يا سيدي العزيز، لا نستطيع أن نشمل الكل ونعمم على الجميع. هناك موجودة في القوى قرار، لا أريد حديث، أريد قرار وأنت صاحب قرار وأنت الأغلبية داخل لا نستطيع صدور قرار في الوقت الحاضر ضد القوات الأمريكية. نعم هناك أوراق ضغط كبيرة تستخدمها الولايات المتحدة، كنا نعرف إعادة وصياغة داعش من جديد، كذلك اليوم هناك أوراق ضغط كبيرة، ولدينا تجارب حقيقة مع الأمريكان. اليوم ممكن أن ننزل إلى الشارع اليوم ونقاتل أمريكا وتعرف النتائج أنت، وإحنا ما محتاجين اليوم. طيب لحد الآن إحنا لا عندنا قرار، لا عندنا جلسة طارئة، لا عندنا قانون، عندنا مشاكل حول تشكيل الحكومة الكابينة الوزارية التي قد فيها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وأيضا لا يجب تغيير أسماء كأنه الله خلق هذا الشخص ولم يخلق غيره. لا نستطيع. نتحدث بملء الفم، يعني نحن لا نخاف في الله لومة لائم وحقك أستاذ. يعني هنالك مليارات وعندنا تقارير كثيرة تحدثت عن مليارات استلموها خلال هذه الأشهر اللي داوموا بها، وما عندنا ولا قانون. وين راحت هذه الفلوس؟ ما هو دور البرلمان؟ عندما تتكلم عن السيادة أعضاء مجلس النواب، أين هي السيادة من امتيازاتكم؟ هذا الفساد المقنن الفساد المقنن المشرع بقوانين محمية بقوانين. ما هو الفرق بين الفاسد اليوم اللي ياخذ امتيازات وداعش الذي يحمل البندقية ويقاتل الشعب العراقي؟ وهذا هو
فاسد يأخذ امتيازات مقننة بقوانين محمية بحصانة. ما هو الفرق؟ أنا أعتبرهم موجهان لعملة واحدة. ما هو دورنا؟ يعني احنا كشعب، كبعض الأوساط الثقافية لحد الآن لا يوجد لدينا دور يا سيد الكريم. لا يا سيد الشعب يوم أراد الحياة. اليوم يعني الشعب العراقي لا تستهين بقدرات الشعب العراقي حقيقة. الشعب العراقي له صولات وله يعني مواقف يعني كبيرة، ولا ننسى المواقف اللي كانت مسلم به. لكن عندما يا سيدي عندما دخل الإنجليز ودخلوا من عبر البوابة وأهل الحجاز، كيف كانت رد الفعل أكيد. الشعب العراقي. ولا ننسى اليوم حلفائهم الإنجليز وما كان دور العشائر العراقية التي كانت هي مفخرة حقيقة في ثورة العشرين. أكيد الشعب العراقي لا نستهين بالشعب العراقي. أملنا بهذا الشعب، أملنا بمرجعيتنا التي هي همزة الوصل بين السماء والأرض، التي أطلقت الجهاد الكفائي. كلمات قليلة من رجل واحد ممكن أن يعني تزلزل الأرض تحت أقدام الأمريكان، والله وأقولها وبصراحة. صحيح. نعم، لا نستهين بالشعب العراقي. لدينا إمكانيات كبيرة ولدينا نعمل بهذه الإمكانيات حسب. نحن نريد ثورة على أنفسنا أكثر مما هي ثورة على داعش أو أجنبي. ثورة على أنفسنا. تهذيب النفس هو يؤدي إلى طرد كل هذه المنمنمات بعيدا. يعني أستاذ مسلم، نتحدث عن يعني ترامب دخوله إلى العراق. هنالك خطابات خطيرة تحدث بها، هي أخطر من قضية زيارة